السلام عليكم. تستمر تداعيات ارتفاع الحالات المصابة بمرض الحصبة المعروف في الأوساط الشعبية ببوحمرون، وهو ما دفع السلطات الصحية إلى تكثيف جهود التلقيح للحد من انتشار المرض. وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم المغربية مذكرة مستعجلة تدعو إلى استبعاد التلاميذ المصابين لتفادي انتشار العدوى داخل المؤسسات التعليمية، كما أوصت بضرورة إغلاق المؤسسات التي أصبحت بؤرة لتفشي المرض، كما أوصت بالانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد بالنسبة لهذه المؤسسات. وعلى الرغم من نجاح التلقيح في القضاء عليه سابقا، فإن تراجع معدلات التطعيم أدى إلى عودته مرة أخرى، مما يستدعي استجابة سريعة لحماية الفئات الهشة وتقليل المضاعفات الصحية. وأكدت السلطات أن الأمور ليست خطيرة حاليا، لكنها أيضا ليست جيدة، كما أشار إلى أن المغرب يعتمد منهجا علاجيا موحدا بإشراف لجنة علمية وطنية،